مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير وأهلا بكم جميعا معانا وحلقة جديدة وكلام جريء. المشهد السياسي في مصر كل يوم بيزداد تعقيدا، التفاصيل بتكتر وبتبقى مؤلمة أكتر، مقلقة أكتر ومحزنة أكتر. اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا، دكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية جامعة قناة السويس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا. بيسعدنا أيضا نرحب بدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسي جامعة قناة السويس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. نبدأ حوارنا فورا. إيه اللي غيرنا غيب ضمايرنا؟ ايه اللي غيرنا وغيب ضمايرنا يا دكتور؟ الضمائر غابت ولا ماتت؟ هو في نوع من الغفله شويه او عدم الادراك او عدم الوعي، او في بعض الاحيان يعني هذا بيحدث في ظل انفتاح طاقه الحريه مره واحده، فقد تختلط اوراق كثيره. هناك البعض له مطالب فئويه، هناك البعض له مطالب سياسيه، هناك البعض غاضبون، هناك من يعملون بوعي أو دون وعي لخدمة مصالح أعداء هذا الوطن وأعداء هذه الأمة. كل هذه الأمور تجتمع لتفضي إلى هذا المشهد وغيره من المشاهد الذي شاهدنا. طبعا لا يمكن أن نتحدث عن هذا التجمع بشكل أو نطلق تعميم، يعني صفة تعميمية بنقول إن هؤلاء منفلتون وكل هذه الأمور. هناك فئات معينة لديهم تصورات خاصة، وليست بالضرورة أن تكون تصورات صحيحة أو صائبة، لكن لديهم تصورات سياسية يمكن أن يكون هذا. البعض شعر بأنه أصبح مهمشا وقامت الثورة ولم تحقق له بعض الإنجازات ولم يصبح له تواجد في البرلمان على القليلة في يعني كثير من الفئات. يعني حينما نتحدث عن أطراف مستفيدة، هناك أطراف مستفيدة كثيرة سواء في الداخل، لكن بلا شك يعني حتى وإن كان الأطراف التي وراء هذه الأحداث موجودة في الداخل، والبعض المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحدث أنه قدم بعض منها إلى النيابة، والنيابة هي لها الحق أن تعلن أو تكشف، لكن علينا بالفعل أن نعرف من هذه الأطراف. لكن في النهاية كل ما يحدث هو يستفيد به أعداء هذا الوطن. هناك أعداء كثيرون وأستطيع أن أحددهم لك. لو عايزة تقولي لي 1 2 3 أقول لك من هم الأعداء. 1 2 3. طبعا إسرائيل، هذا العدو المجرم، هذا الكيان العنصري المجرم. أظن أنه في أقصى لحظات السعادة الآن بما يشهده الآن. طبعا وإن كان غير متورط، وأنا أشك أنه يعني حتى وإن لم يتورط الآن سيتورط. ده منتشي، ده النشوة وذروة الأحاسيس، يعني مش بس سعادة. سأعطيك مؤشر خطير جدا. يعني قد يكون هناك احتقانات، وهذا حرق المجمع العلمي والتهديد بحرائق أخرى. هذه شيء، والنبرة التي أصبحت تتعالى في الشارع المصري أو من بعض الفئات المنفلتة اجتماعيا أو المنفلتة سياسيا تتحدث، يعني أصبحت تتحدث الإساءة. كانت الإساءة الآن في السابق توجه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا يعني له بعض التبرير على أن المجلس الأعلى يمارس دور سياسي، فيجب أن يتم انتقاده إذا أخطأ. إلى الجيش بضباطه وجنوده، وهذا منحى خطير سننساق إليه بدون وعي أو وعي. المؤسسة العسكرية التي ظلت بالفعل في خدمة الأمة منذ يعني أنشئ الجيش المصري بمفهومه الحديث منذ محمد علي حتى الآن، ولها سمة يعني نوع من التماسك ونوع من الوحدة، وهي بالفعل يعني أصبحت بعض وسائل الإعلام تبث بعض التقارير قد تكون مزيفة أو حقيقية، أو بعض البيانات تقول أن هناك ما يسمى بالضباط المستقلون الذين يتعاطفون مع مطالب الشعب. هذا محاولة النيل من وحدة وتماسك المؤسسة العسكرية، والتفرقة بين الجيش والشعب. هذا منحى خطير أرجو أن ننتبه إليه في الفترة القادمة. يعني مشكلة. هذا لا أقول أن الجيش المصري هو فقط، الجيش المصري هو ملك للشعب، هو درع للأمة وليس درع للشعب، هو درع للأمة العربية والأمة الإسلامية كلها. ونحن بصدد تحدي هذا التحدي الموجود خارج حدودنا، هذا التحدي الصهيوني. يعني هو من أشرس أنواع التحديات التي شهدتها الأمة الإسلامية منذ عهد التتار حتى الآن. دكتور أحمد، كيف تقرأ هذا المشهد السخيف المؤلم اللي مخلي لسان حال كل مواطن واقف محتار كده وبيضرب إيد على إيد ويقول لك وبعدين ورايحين على فين؟ لا، هو المشهد في منتهى الوضوح. أصيب المجتمع المصري كله، قياداته ونشطائه وبلطجيته، بالغباء. المشهد كله يتسم بالغباء، حالة غباء فكري، حالة غباء سياسي،
حالة غباء اجتماعي، غير قادرين على التوحد مع اللحظة أو الاتفاق معها أو إدراك الأبعاد اللي اتكلم عنها دكتور جمال والخطورة المترتبة على هذا الغباء. فنحن نثير المجتمع ونثير الأوضاع ونزداد طلبات ويعلى سقف المطالب، وعدم الوعي بخطورة التواجد في التحرير مثلا رغم أهميته في بعض الحالات. يعني احنا بنقول الثورة قامت في التحرير، والتحرير رمز، والتحرير له قيمة وله قامة، والتحرير له رجاله العظام. لما التحرير ده مكان أو وسيلة للوصول إلى، أنا بقول أن الثورة الجميلة تكرار التظاهر أفقد ميدان التحرير كونه رمزا عايز للثورة. أقول جملة، اتفضل يا دكتور، اتفضل. الثورة قامت في 25 وانتهت في 11 فبراير بتنحي محمد حسني وماتت يوم جمعة كندهار. وهنا كل من يتواجد في التحرير ليسوا بثوار ولكن أصحاب مطالب ومتظاهرين. أسف يا دكتور جمال. اتفضل. النموذج ده نموذج شعب مصر. شعب مصر اللي بيقول لك زي ما في واحد وحش يعني عمل اللي عمله، في واحد كويس القلوب محروقة يا دكتور، قلب كل مصري محروق على وطنه. عارفة ليه في دقيقة واحدة؟ لأن كان الكل يسعى إلى جني الثمار، فمن لم يجني الثمار يثور. من لم يأكل من التورتة يثور. لا مش يثور، يتظاهر ويرفض الآخر. النهاردة الكل بيحاول أن يتجمل ولا أحد يعمل لصالح مصر للأسف الشديد. معانا اتصال أستاذ أحمد محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا بحييكم وبحيي ضيوفك الكرام. شاكرين تحيتك. بس أنا عايز أقول حاجة. فضل. أنا راجل إعلامي قديم. أهلا وسهلا. سامعاني حضرتك؟ سامع حضرتك يا أستاذ أحمد. ما يحدث في القنوات الفضائية وأقسم لك بالله، يعني أنا لو معايا بتاع طبنجة لأطلع على الجزيرة وأكون على عشماوي فورا. الجزيرة النهارده جايبة الأخ اسمه إيه ده بتاع مين؟ اللي دايما بيجري وراهم ده اسمه ايه؟ المؤلف ده ولا ايه؟ اسمه ايه؟ الأسواني؟ علاء الأسواني. مع شوية أولاد على الهواء في قناة الجزيرة. ثواني حضرتك بيشككوا في قرارات وزارة الصحة، يعني حاجة غريبة جدا. لا أنت قول بيقلوا أدابهم على مصر. أيوه بالظبط يا ريس، بالظبط يا حبيبي. يعني مش ممكن. بالظبط يا فندم. لدرجة بيقول أنا أشك في تقرير الطبيب الشرعي. مش ممكن. في تشكيك في كل حاجة. احنا وصلنا لمرحلة إن كل ما بتطلع لنا معلومة من جهة ما احنا بنشكك فيها، والحقيقة المطلقة يعلمها الله، ما بقيناش قادرين نعرف. لأننا أغبياء. ده غباء. ده غباء. لا نحترم قيادتنا، لا نحترم رموزنا، لا نحترم تقاريرنا، لا نحترم أنفسنا، غير قادرين على بناء مصر، إعادة بناء مصر. كل القوى السياسية عمالة تهبش في أصوات، طب أنا والثوار بيموتوا في التحرير أو في الميدان، ودوكم بيموتوا في البرلمان. طيب في متظاهرين وفي مطالب مشروعة ومن حقهم يطالبوا بيها خطوات سياسية. زي لكن إيه؟ دي حاجة واحدة بس مشروعة. زي إيه؟ معلش يا دكتور جمال. اتفضل. الحقيقة أصل أنا منفعل جدا. أنا مستمتع. لا أنا منفعل جدا. سعيد بانفعالك. قولي لي حضرتك. أيا مكان محتوى طلباتي. قولي لي حضرتك انت في هذه اللحظة الفارقة في حياة مصر وعمر مصر مطلب مشروع تم. سيادتك المصابين والشهداء اتعملت لهم صندوق. الوزارة بتعمل حثيثا، الله يكون في عونه، اللي هو قابل هذا ومستمر على هذا. الانتخابات ماشية، اتفقنا واختلفنا على نتائجها. المواعيد محددة بكل تقدير من القوات المسلحة. هم عايزين حكومة إنقاذ وطني فيها عناصر بعينها يا دكتور. اديني بس حضرتك. لا اللعبة لعبة مكاسب. هذا نوع من الغباء السياسي المفرط الذي نعيشه عشان خاطر مكاسب. لا واحد بيعمل عشان مصر، ولا واحد بيعمل عشان المستقبل، ولا واحد بيعمل عشان بناء هذا البلد. الكل يقطع. مصر بتفكك علينا. عايزين واحد عاقل. اتفضل يا دكتور جمال. دكتور جمال، التوقيت ألا يتضمن مشروعية ما يحدث في اختيار التوقيت؟ يعني أنا ليا طلبات أقف وأدب رجلي في الأرض وفي التو والآن، وإذا مش دلوقتي أنا هفضل أدب رجلي في الأرض. هل ده هيلغي مشروعية الطلبات ولا بيسيء لمشروعية الطلبات؟
اختيار التوقيت. إذا اتفقنا أن الطلبات مشروعة وأنها تمثل قوى المجتمع أو توافق المجتمع. حينما قامت الثورة كان هناك توافق مجتمع على إسقاط هذا النظام، كل طوائف المجتمع شاركوا، ومن لم يشارك كان متعاطف إلا القليل. لكن في النهاية حدث هناك توافق اجتماعي. لكن نحن بصدد عملية يعني ظننا أننا انتهينا من مرحلة الهدم وبدأنا مرحلة البناء. فوجئنا أننا بالفعل يعني أمام أمراض اجتماعية واحتقانات اجتماعية لم تستطع الثورة أن تؤثر أو تغير من أنفسنا. يعني البعض بيقول 10 شهور فاتوا ومش لاقيين نتيجة مرضية. لا، مش حكاية مرضية. يعني هناك توافق سياسي من القوى التي بالفعل تستطيع أن يكون لها أو تمثل لها توجهات أو لها، لكن في النهاية لها قاعدة شعبية. كان هناك توافق سياسي على المضي قدما في هذا الجدول ورضوا به ضمنا، وتمت إجراء العملية الانتخابية بموجب هذا. وأظن أن هذه القوى صامتة حتى الآن، لأنها بالفعل من مصلحتها ما يحدث، وهذا شيء جيد، وهذا من مصلحة المجتمع. ما يحدث الآن أن تمر العملية الانتخابية حتى نهايتها. نحن ننتظر أسبوعين 3 شهر سوف يلتئم البرلمان وتكون هناك شرعية يقررها البرلمان. هل نحن في حاجة إلى التعجيل بنقل السلطة؟ هل نلغي الجدول الزمني ونقول أننا يعني من الأفضل أن يكون يعني هناك انتخابات؟ يعني قال هيسلم السلطة في 30/6/2012 بفرض أستاذي. أن هذه مطالب حتى لكن في النهاية من يقرر أن هذه المطالب يعني مقبولة أو غير مقبولة؟ هم الذين تم انتخابهم. وحتى وإن كنت لا تتفق معهم، لكن في النهاية هم جاءوا يمثلون إرادة شعبية. الشعب دلوقتي بس عايز ارد على كلمه دكتور جمال، اسمحي طب لي. اتفضل يا دكتور. اذا اتفق مع مصالح من انتخبوا تعجيل الرئاسه هيوافقوا. اذا تعارض هذا التعجيل، هقول لحضرتك حاجه، اذا تعارض هذا التعجيل مع مصالحهم هيرفضوا زي ما رفضوا حاجات ثانيه. أنا أريد الآن إنقاذ هذه المؤسسة العسكرية المحترمة التي هي بالفعل أنت نلت من مكانة المؤسسة في علم العلاقات الدولية. دي الخطورة. القوة ليست قوة تقديرية بمعنى قوة مادية. القوة هي ما اشتهر بأنه قوة. القوة هي مقدمات القوة أو مظاهر القوة، هي مظاهر نفسية. أنت كسرت هذه المظاهر النفسية لديك ولدى الخارج. يعني أنت أظهرت هذه المؤسسة أنها مؤسسة تمارس أعمال إجرامية مثل ما يفعل الكيان الصهيوني. أنت أظهرت هذه المؤسسة أنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها عن جنودها. أظهرت هذه المؤسسة أنها مؤسسة عابسة بالية لا تستطيع أن تحمي مبنى صغير، وإن تدخلت للحماية اتهمتها بأنها تمارس، والبعض يقدم بلاغات أننا سنشتكي بعض أفراد هذه المؤسسة إلى المحكمة الجنائية الدولية. يعني هذا نحن ننساق إلى مخطط خطير لا يستفيد منه. البعض قد ينساق إلى هذا المخطط بدون وعي نتيجة لشعور عابس أو لمراهقة سياسية، أو أنه يعني يحاول أن يرضي بعض الطوائف أو عاطفة شعبية غير رشيدة لدى البعض، وبالتالي ينساق إلى هذا المخطط بدون وعي. والبعض يدرك ما يفعل وأنه في النهاية يصب هذا في خدمة هذا العدو. المؤسسة العسكرية إذا كسرت الدولة. المؤسسة العسكرية منذ إنشائها في العصر الحديث من 200 سنة أو أكثر من 200 سنة في عصر محمد علي كانت بتقوم أيضا بأعمال مدنية. يعني كان هناك عندنا قبل السد العالي في القرون كان فيضانات، وكان كل هذه الامور، وكان مين اللي كان بيساعد الفلاحين في خطر الفيضانات؟ هم الجيش. انا عندي مذكرات السبيني، بس اشير لك لجزء بسيط. عندي مذكرات احمد عرابي وهو كان قائد عسكري في ذلك الوقت، وكان بيقول ايه، احنا كنا مش عارف موسم الفيضانات بنعمل، وكنت في الفتره دي بنجيب الحجاره وبنرمم الجسور والى يومنا هذا اما بتحصل يعني اداره المشروعات المدنيه، حريقه ضخمه، اجهزه الحمايه المدنيه لا تستطيع ان تفعلها. مين اللي بيتدخل؟ يعني هذه المؤسسه دورها في الداخل يعني مكمل لدورها الخارجي. انت تريد ان تهدم دورها الخارجي. عايزين نتكلم عن الطرف الثالث الموجود في المعادله، ذلك اللهو الخفي الغامض. هو لا لهو خفي ولا حاجه. خلينا نستقبل تليفون ونشوف هو لهو خفي ولا مش لهو خفي يا دكتور. والله مننا فينا. اتفضل يا دكتور. يعني كثير من الظواهر نردها في بعض الأحيان إلى عيوبنا نحن، عيوبنا أنفسنا بالفعل. كان يجب بالفعل إذا كان هناك حرص على مصلحة هذا الوطن أن تكون هناك مواجهة مجتمعية، أن نفرق بين ما هو من عمل الثورة وما هو من عمل
العمل من الثوره المضاده. ما يحدث الان هو الثوره المضاده بعينها، وان كان هذا ليس بثوره مضاده فلياتي لي خبراء الاجتماع زي الدكتور احمد او هذه هي الثوره المضاده، سواء كان يتآمر عليها بعض من اركان النظام السابق او بعض من يعني المتواطئين او العابثين. ما هو مش شرط انا ممكن اكون عابس او مخرب، لكن ما اعرفش يعني النتيجه لجهل او غباء او لتضليل او عقل جمعي او نتيجه في بعض الاحيان بعض يعني القنوات يعني بتحقق يعني نوع من المشاهده بمثل هذه المظاهرات واستقطاب بعض الشخصيات واصطناع منهم سخونه يعني الحوار يعني انا لا اعلم ماذا تعني كلمه ناشط سياسي. يعني انا مش عارف لغايه الان هذا المصطلح اللي جالنا من بره. انت اللي تقول لنا بقى يا انا مش عارف يعني لا في العلوم ما عندناش في علم السياسه حاجه اسمها ناشط سياسي. لازم المجلس العسكري يدينا معلومات بشكل اكتر من كده؟ لا، لما يتهم حد يعرفنا متهم فلان، في قاعده بتقول ده بلطجي فلان اللي دفع، مش لازم من حقنا نعرف ده يا دكتور؟ لا 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 انتوا معلش يعني عشان ما عشتوش التجربه العسكريه اللي عشناها احنا، فبالتالي انتم تحكمون بعواطفكم قبل ان تحكمون بعقولكم. كل المصريين كده يا دكتور. وعشان كده بيقول في قاعده عسكريه بتقول ايه؟ ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال جاء اوانه. المطلوب الان من هؤلاء الافنديه اصحاب الياقات البيضاء اللي بيطلعوا في الفضائيات واللي عايزين يتزعموا المشهد السياسي وحدهم، واللي هم بيتكلموا في كل الجرايد والمجلات واللي بيتهموا هذا وهذا، يقدموا لنا رؤيه، بس رؤيه مش هم بتاعتهم، هم رؤيه لمصر مش رؤيه لحزب معين. فين الناجحين في البرلمان؟ اين ذهبوا؟ اين ذهب الاخوان؟ اين ذهب السلفيين؟ اين ذهب هؤلاء الليبراليين اللي دوشونا بكلامهم ان هم هيعملوا من اجله؟ كله كلام. الكل الان يسعى الى الحصول على مكاسب. احنا هنا برنامج كلام جريء، وانا بعلن بجد ان الكل متهم والكل مذنب والكل هيضيع مصر اذا استمر على هذا الغباء السياسي. نترك القنوات تسير، نترك الوزاره تعمل، نترك الجيش يحدد متى يقول واين يقول حتى نحقق يا رب جزء من اهدافنا خلال السنه اللي جايه. شرفتونا ونورتونا، وللاسف وقتنا بسرعه خلص. مشاهدينا في كل مكان، اللي يحب مصر ما يخربش مصر، نهدى على مطالبنا شويه، ندي فرصه للاشياء تتحرك بشكل جيد، ما نسرعش الايقاع بالشكل اللي في النهايه لو ضر البلد دي هيضرني وهيضرك وهيضر بنتي وهيضر ابنك. خافوا على مصر وحبوا مصر. سلام عليكم.